اتولد الخوارزمي حوالي 780 ميلاديا ونسبه لإقليم خوارزم اللي يعتبر موجود على الحدود ما بين أوزبكستان وتركمانستان حاليا. كبر في ازدهار علمي في الدولة العباسية وانتقل بعد كده لبغداد اللي كانت تعتبر قلب الحضارة العلمية وقتها. في عهد الخليفة المأمون اتأسس بيت الحكمة اللي كان يعتبر مركز ضخم للترجمة والبحث، بيجمع بين كتب فارس واليونان والهند. المناخ العلمي ده ساعد على سطوع نجم واحد زي الخوارزمي. الخوارزمي كان عنده موهبة فريدة وهي تبسيط المعقد. في الوقت ده الحساب والرياضيات كانت شيء مرهق، الرومان استعملوا رموز معقدة والعرب استعملوا حروف أبجدية كأرقام. عمليات بسيطة زي الضرب والقسمة كانت بتاخد وقت طويل، فما بالك بالقسمة المطورة. الخوارزمي اطلع على الحساب الهندي، وهنا ظهرت الفكرة الذهبية: الصفر. الصفر مش مجرد فراغ أو رقم ملوش لازمة، لكن قيمة مكانية بتتغير تماما، بيخلي 10 غير واحد و100 غير 10. الفكرة دي أعادت تنظيم الحساب كله ومهدت لنظام عشري واضح وبسيط. ومن هنا الخوارزمي قدم خطوات عملية للحساب، كتب كتابه الأشهر المختصر في حساب الجبر والمقابل.